يلا يا ست البنات، هقولك دلوقتي معايا ازاي هنعمل النهارده حاجه مفاجاه، وهي وحش التفتيح. هوعدك بس ما تجريش الفيديو للاخر وخليكي معايا واحده بواحده، وهتشوفي بعينيكي قد ايه اللي هنعمله ده النهارده هيفتحك وتفتيح فوري. اي مكان في جسمك، بشرتك، رقبتك، ركب، اكواع، اي منطقه في الجسم. بجد الماسك ده فعال جدا، وهوعدك بنتيجه هتنبهري بيها. وكمان اللي هيشوفك هيحسدك من جمالك. اول حاجة هتروحي عند العطار وهتطلبي منه ان عايزة تجيبي ب5 جنيه حنة بيضة بس سايبة مش معلبة. دي مهمة جدا. الحنة البيضة من الحاجات اللي بتفتح فوري، بس نعملها بالطريقة اللي انا هقولك عليها دلوقتي. هتحطي معلقة او معلقتين زي ما انتي عايزة، الكمية اللي انتي عايزيها، هنحط الكميات كلها بمقادير متساوية. وبعدين هنحط بقى معلقة من ملك التفتيح، وهو النشا. النشا جبار، بعشقه في التفتيح. نتايجه بقى مع الحنة البيضة روعة. هحط معلقة هنا ومعلقة من هنا، وكميات طبعا زي ما اتفقنا كميات متساوية. تمام. قلبي بقى المكونات الجافة مع بعض كويس جدا جدا. وبعدين بقى هنحط اي كريم سوفت عندك. انا حطيت البانسينول، انا بحبه جدا. او هتحطي نيفيا سوفت، هتحطي اي كريم بتحبيه يكون مرطب بس ملمسه طري، يعني ما يبقاش تقيل، ما يبقاش قوامه تقيل. تمام. تمام. وبعدين هنقلب الكريم لغاية ما ندمجه وندخله في كل المنتجات. وانا دلوقتي بعجن بمية الورد. مية الورد مهم جدا عشان ما تبدأيش الوصفة تاني من الاول، انك تحطي مية الورد تدريجي. انا مش عايزة الوصفة تخف منك. اوصلي، بصوا انا بحط تدريجي ازاي. اوصلي للقوام الكريمي بالظبط. انا عايزاه كأنه ماسك كريمي، كريم في ايديكي. هيكون سهل الورد، وعايزة سوري سهل الفرد. عايزة اقولك كمان ان ريحته تحفة. انتي نفسك وانتي هتحطيه هتعشقيه. جميل جدا جدا. هتفرديه بقى على بشرتك كلها بالكامل. بصوا انا هعمل لكم تجربة عملية دلوقتي وهفرده لكم على ايديا. انا عايزه اقولك اصلا انا مش هسيبه كتير، انتي هتسيبيه نص ساعه. انا هحطه بالظبط حوالي 5 دقايق او 3 دقايق، وشوفوا الفرق بين ايديا دي وايديا دي. حاجه كده مش ما تصدقيهاش، خيال. يعني انتي لو عندك مناسبه، لو عندك عايزه تغيري من مودك، عايزه تغيري من شكلك، عايزه حاسه نفسك انك عايزه تعملي حاجه جديده، قومي اعملي يلا الماسك ده وانتظمي عليه، اوعدك بنتيجه فوق الخيال. الماسك ده رهيب يا بنات، انا معرفش استغنى عنه. بجد اللي هيشوفك هيقولك عامله ايه. بصوا بقى المفاجأة. لما هشيل واغسل ايديا وهوريكي ايديا دي وايديا دي مش هتصدقي. بجد حاجة ملحوظة جدا جدا. عايزاكي تحطي لايك وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الوصفات الجديدة بتاعتي. دلوقتي بقى جه دور انك تشوفي الفرق. شايفين الفرق يا بنات واضح ازاي؟ وكمان الكاميرا والله ظلماها. بجد حاجة كده جميلة كأنك حاطة ميك اب. اعملي الماسك وطبقيه، واتمنى تكون الوصفة عجبتك. وبجد بجد بجد بحبكم في الله، ومتنسوش اللايك والسبسكرايب يا بنات، واشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، ويلا باي باي.